واخيرا لوفي بيفش غلنا وبيقرر ان هو يمطر ضرب على ساترن ويعلمه الادب، في نفس الوقت اللي اخيرا سانجي عمل حاجه لها اي لازمه في الحياه. لان مفروض ان حلقتنا بتبتدي باننا بنشوف من ذكريات كوما لما ابوه كان مفروض ان هو عمال يكلمه عن نيكا، واللي خلى كوما ينقل نفس الاسطوره عند بوني عشان تفضل مستنياه. كل ده وهي شايفه دلوقتي لوفي قصاد عينيها وهو بشكل نيكا. ولكن على الجنب التاني بره الجزيره قراصنة العمالقه وصلوا وقعدوا يدمروا في كل السفن اللي تيجي في طريقهم، وقاموا قايلين لباقي الطاقم يلا يا جدعان دمروا كل السفن اللي تيجي في طريقنا واحنا رايحين لقبعة القش. وقاموا قدروا ان هم يطلعوا على الجزيره. هنا جه تقرير قراصنة العمالقة وصلوا كلهم على الجزيرة دلوقتي وهم بقوا على البر خلاص. احنا اتأكدنا ان هو كمان ده الطاقم الاسطوري بقيادة بروجي ودوري، معرفش ايه اللي جابهم هنا، ولكن المفروض دلوقتي ان هم على الجزيرة فخلوا بالكم. فقعدوا يضربوا عليهم النار، قاموا مسكوا السفن دي كلها قعدوا يدمروها. هيلاقوها منين ولا منين؟ من الباسيفيستا اللي عمالين يدمروا فيهم ولا العمالقة اللي زنقينهم؟ هنا فوق من بعيد نامي وصب قعدوا يبصوا مين اللي عامل الدوشة دي كلها، فشافوا العمالقة الله المعلمين. طب يا ريت لو انت عارف ان هم المعلمين تحترم نفسك وتسترجل معانا شويه في الانمي يعني، عشان هم لو شافوك دلوقتي فيعني هم هيتفوا عليك، ولو تفوا عليك هيحرقوك اصلا. فواحد يقول لي ايه ده، معقول ان هم يكونوا اتلموا تاني كلهم حتى الباقي كمان شكلهم موجودين؟ ده طاقم القراصنه اللي المفروض ان هو اختفى من زمان بعد ما بروجي ودوري المفروض ان هم اتخانقوا مع بعض، ولكن بعد ما بقوا صحاب المفروض ساعتها من ليتن جاردن وهم رجعوا تاني واول مره يظهروا للعلن قام فيجا بانك اللي معاهم قال باين ان هم بيهاجموا الحكومه. طب ليه بيهاجموا الحكومه؟ دي موضوع كده متعلق بالاساطير والحكومه العالم والكلام دوت يعني. كويس لغايه في صفنا تمام، فمعناه ان هم جم يساعدونا ان احنا نهرب بقى. قاموا مكلمين بروك انت فين دلوقتي؟ فليليس قعدت تصرخ الحقونا، ايه ده، ايه اللي بيحصل عندكم؟ بروك قال لا كل الدنيا تمام بالهداوه. قامت ماسكاه اسكت يا احنا غالبا هنضرب دلوقتي ونفرقع كلنا يخرب بيتك. عادي الاستعجال ما بيجيبش نتيجه. يا عم اسكت يا عم اسكت يا جدعان، الجدع اللي معاكم دوت ما فكرش مرتين حتى ازاي هيوقف السفينه هيودينا في داهيه. ولكن على الناحيه التانيه بنشوف ان زورو قاعد يحارب مع لوتشي وقت ما جيمبي وصل لهم، وزورو كان بيعاني شويه ان هو يخلص عليه لانه كان مستعجل. قال له بالعكس ده انتوا طاقم اغبياء اساسا، انا عارف طول ما انت موجود معايا هنا ان انتوا محاصرين لانكم بغباوتكم عمركم ما بتسيبوا حد وراكم. قال له انت بتتكلم يعني كأن انت اللي متحكم في زمن القتال. ولكن على الناحيه التانيه بنشوف ان في الجزيره موجود 2 قراصنه من طاقم اللحيه السوداء موجودين على الجزيره وبيتفرجوا على كل اللي بيحصل ده. هنا بنشوف ان بوني وسط ما هي مهووسه دلوقتي بمنظر نيكا اللي قصادها اللي عمال يتنطط على الرمز اللي كانت طول عمرها مستنياه وعماله تعيط. قال لها انت بتعيطي ليه؟ قالت له بعيط ليه؟ انا قعدت عمري كله بدور عليك يا عم الغبي انت. قال لها بتدوري عليا ليه؟ ما انا قصادك من ساعتها. قالت ايوه بس انا ما كنتش اعرف انك نيكا. قالت نيكا ايه اللي انت بتقوليه دوت؟ قالت له يا عم ده انا دايما كنت بحاول اضرب بالمطاط زي ما انت بتعمل. قال انا فاكر انك شفتك بتعملي ضربه زي كده بس كانت ضعيفه قوي ضربه عبيطه. قامت قالت له طب ما توريني الحقيقيه، جربها على ساترن دلوقتي عشان خاطر فيجا بانك اللي ضرب ده. عشان فيجا بانك ماله؟ فيجا بانك قام باصص يا نهار اسود فيجا بانك. قام ساترن باصص حشرات غبيه في اسباب كتير فعلا علشان المفروض تموتوا عشانها. قام لوفي باصص له قال له لا مفيش اي حاجه تخلينا نستحق ان احنا نموت. تمام يا بوني بص كويس، المره الجايه اللي تضربي بالمطاط خليها كده. حاول يجهز ان هو يضربه، قام على طول ساترن حاول يشغل عليه الهاك ان هو يوقعه ولكن ما اثرش فيه. قال له انت يالا ازاي تجرؤ انك تاذي واحد صاحبي؟ قام ماسكه ورقعه علقه، قعد يضربه كميه بواني بالهاكي بالجير 5 كايدو ما خدهمش حتى لغايه دلوقتي. قعد يضربه في الاخر. وسط كل الضرب ده بوني قعدت تفتكر كلام ابوها قبل ما يموت لما قال ان نيكا مجرد اسطوره دايما بتتناقلها الاجيال، ولكن لسبب ما انا حاسس ان الشخص ده هو اللي ممكن يغير العالم. علشان كده انا حاسس ان التحرير هيجي على ايديه، فلو في حد هيغير العالم هو الشخص ده. وهي بتفتكر كل الذكريات دي وشايفه لوفي عمال يدي ساترن بالجزم دلوقتي. ساترن ده لو ما كانش عنده التجدد كان زمانه دلوقتي ما قامش تاني، كانش قام من زمان اصلا. وفي نفس الوقت بنشوف برضه ان كل ده تحت النظر كوما بشكل من الاشكال، ففي الاخر قام ضربه مطيره بعيد خالص. هنا يلا فرصه ان احنا نهرب، يلا فيجا بانك تعالى معانا. قام قال لها بوني روح انتي وكوما، انا مش هينفع اجي معاكم، انا برضه بشكل ما دكتور فانا عارف ان انا لو اتحركت دلوقتي فانا هموت، فاهربوا انتوا بس انتوا الاولى. قام كيزارو جاي له من ورا قال له هتموت حتى لو ما اتحركتش هتموت. قام منشل عليه
علشان يخلص عليه. قال له استسلم دلوقتي. قام مغمض عينه علشان ما يشوفوش وهو بيموت. طب انت ايه بالظبط، انا هتعاطف معاك ولا نسيب لك؟ قام ضارب عليه مره واحده. هنا سانجي اخيرا قام صادد الضربه بتاعت الليزر دي، فاجئهم كلهم. قام قال له ايه ده ليزر. قال له عادي مش مهم بالنسبه لي، الحب اقوى من الضوء، انت اصلا المفروض بعد تطورك تكون اقوى من كل الهيصه ديت، بس انت عبيط. قام كيزارو قال له يا راجل لو كلامك ده صح فالفيزياء اللي احنا نعرفها ماتت بقى لو الحب اقوى من الضوء. قام قال لهم خلاص امشوا انتوا دلوقتي، خد بوني وما تخليهاش تتاذى. وفيجا بانك قال لها نفس الكلام. قاموا متحركين. هنا قام كيزارو قال لهم مش عارف هودي وشي فين من الناس لو رجعت من غير ما اخد رؤوسكم. قال له بسيطه، يبقى اكتب لهم انا اسف. هنا ساترن بيقوم قايم من مكانه، يلاقي جنبه الاتنين قراصنه بتوع اللحيه السوداء بيقعدوا يضحكوا عليه على انه طلع من مكانه. قام قال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انت المفروض من وحوش المستوى السادس، معرفش انكم بتتبعوا حد يعني. قامت قايله لا، تيتش مختلف، تيتش مميز زي النسب بتاعه بالظبط. قال كنت عارف الموضوع ده، بس انتوا دايما بتعملوا حركات غريبه، عايزين ايه بالظبط؟ قام القناص قال له عايزين العالم. حاول يهجم عليهم ولكن على طول اختفوا مره واحده. اهو ده القناص بتاع اللحيه السوداء، القناص بتاعت قبعه القش عمال يعيط. قاموا ظاهرين في مكان تاني في الجزيره. قال له طب ما تقدرش تبعدنا اكتر من كده، كنا هربنا خلاص لغايه خلصنا مهمتنا وظهرنا له. قام هنا ظهر لهم القرصان بتاع البطيخه دوت اللي هو موجود كتير، معرفش بقاله ليه قاعد معانا اساسا. قال ايه ده قراصنه اللحيه السوداء، كنتش اتوقع ان اشوفكم هنا، انا كاربو، انا قرصان، لو بس ينفع اجرأ واطلب منكم، انا اصلا كنت عايز ابقى زي اللحيه السوداء، فينفع بشكل ما لو تأذنوا يعني تخلوني تابع ليه. او ده هنخاف عليه ان اللحيه السوداء ده ممكن يخونه، وده قاعد مكمل معانا في القصه ليه اصلا، ولكنه قاعد يترجاهم. وعلى كده بتنتهي الحلقه. فبس ده اللي كان عندي الفيديو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه، وسلام.